لقد صارت احوالنا لا ترضي الله، ولقد عجبت كيف بلغ من الانحلال والعبث بالقيم ان تذيع اذاعتنا تمثيلية لا تجد شخصية تتهكم عليها الا شخصية ساذكرها لكم الان، والقلب في تعب والكبد في مرارة. في مساء يوم الاربعاء الماضي وفي تمام الساعة 12 مساء اذاعت اذاعتنا تمثيلية الخصها لحضراتكم في كلمات، وارفع على وزير الاعلام دعوى لا في محكمة من محاكم الدنيا انما في محكمة العدل الالهية الكبرى، ان لم يمسح هذا الشريط او يحرقه بالنار فانني ارفع عليه دعوى باسم محمد صلى الله عليه وسلم. تمثيلي، اسمعوا. دارت بين البروفيسور عبد المنعم مدبولي واستاذ الجيل فؤاد المهندس. قال فؤاد المهندس لمنعم ان امرأتي شريرة. تمثيلية، فماذا اصنع معها؟ فقال له مدبولي: ما اسمها؟ ما اسم زوجتك؟ انني لا اغير الكلام الا انني اترجمه من العامية السخيفة الى العربية الفصحى. اتدرون ما اسم هذه الشريرة التي اختارها فؤاد زوجة له؟ قال له: اسمها ام خديجة. قال له مدبولي: وهل هذا اسم؟ ده مش اسم رومانتيكي، ده اسم دبشيكي. دبشيكي يعني دبش، دبش. اسم خديجة اسم دبش. وما دام اسمها خديجة فقل لها يا خوخو. خوخو، لا اله الا الله. تهكموا على اسم نفيسة، تهكموا على اسم نفيسة في مسرحية حلمك يا شيخ علام او حلمك يا سي علام، وتهكموا على اسم نفيسة في مسرحية اسمها موسيقى في الحي الشرقي بقيادة الاستاذ الكبير جورج سيتفو، وتهكموا على اسم فاطمة وعلي في مسرحية اخرى، ويتهكمون على اسم ام المؤمنين خديجة، اسم دبش. ولا نسميها خديجة انما نقول لها خوخو. ان هذه المسألة وانا اعرضها مسألة خطيرة خطط لها الملاحدة والمنحلون، لاننا اذا سخرنا بقيمنا ومثلنا العليا فان شبابنا وجيلنا الناشئ لن يثق في هذه الشخصيات. ومما يدعو للأسى ان المستمعين لهذه التمثيلية عندما سمعوا المدبولي يتهكم على اسم ام المؤمنين ضحكوا ضحكا كثيرا متواصلا، ولم يجرؤ احد ان يقول: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. انني من هذا المكان اريد ان اقول لهذا الممثل الساقط الساخر التافه ان مسمارا في حذاء ام المؤمنين خديجة يعدل الدنيا وما فيها. اتدري ما خديجة يا تافه؟
أتدري ما خديجة؟ أتدري من خديجة؟ خديجة يوم ماتت بكى عليها النبي. خديجة التي سميتها بالدبش، لا اله الا الله. بكى النبي عليها بعد موتها، وظل يبكي الى ان نزل عليه الامين جبريل وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: لا تبكي على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. أتدري ما خديجة يا ساقط؟ أتدري من خديجة يا جبان؟ خديجة تلك هي المرأة الوحيدة من أهل الأرض التي وصلها السلام من الله جل جلاله. الوحيدة في الأرض التي سلم عليها الله، التي سلم عليها الله. هبط الامين على الامين، هبط امين الوحي على امين الارض والسماء محمد، وقال له: السلام يقرئك السلام ويقول لك: بلغ خديجة من ربها السلام. الله، بلغ خديجة من ربها السلام. السلام، بلغ خديجة من ربها، من الله، من الله، من الله، من الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بلغ خديجة من ربها السلام. ولما ذهب النبي اليها وقال لها: يا خديجة ان الله يقرئك السلام، كيف ردت خديجة على ربها السلام؟ كيف ردت خديجة على ربها السلام؟ اسمعوا ردها، اسمع يا مسييه مدبولي، اسمعوا يا مستهزئون، اسمعوا يا ساخرون، اسمعوا يا من افسدتم البلاد والعباد، اسمعوا يا من ضيعتم الاخلاق والارزاق، اسمع يا مدبولي يا خريج كلية الفنون، اسمع يا راجل يا مثقف، ماذا قالت خديجة لله لما بلغها النبي ان الله يقرئها السلام؟ قالت خديجة: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام.
خديجة. خديجة احدى 4 من النساء يقول فيهن الحبيب المصطفى: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا 4: آسية زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. خديجة دبش، الاسم الشريف يتهكم به في اذاعة الاسلام، الاسم الشريف يستهزأ به امام الساقطين والساقطات. الاسم الشريف يا مدبولي، الاسم الشريف يصبح دبشا يتهكم على خديجة وهي زوج رسول الله. ان فاطمة الزهراء بعدما ماتت امها خديجة سمعت ام المؤمنين عائشة تقول: انا البكر الوحيدة التي تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارادت فاطمة ان تدافع عن امها خديجة، وخديجة تحت اطباق التراب، فقالت: يا ام المؤمنين يا عائشة، ان كنت انت البكرة الوحيدة التي تزوجت رسول الله، فان امي هي الوحيدة التي تزوجت رسول الله، ورسول الله بكر لم يتزوج. يا مدبولي، خديجة اسمها اعلى من الشمس. خديجة قلبها اطهر من ماء السحاب. خديجة اذا ذكرت ذكر الوفاء معها. الوفاء يوم دخل عليها الحبيب بعد غار حراء يقول: زملوني زملوني، فقالت له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: والله لا يخزيك الله ابدا. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. انني اصادقكم القول انني نظرت لله نظرة، ان رزقني بانثى لاسمينها خديجة، فرزقني الله بانثى سميتها خديجة. وما امتلأ البيت بركة الا بعد ميلاد خديجة. وناشدكم الله يا مسلمون: من رزق منكم بذكر فليسمه محمدا، ومن رزق منكم بانثى فليسمها خديجة. احيوا اسماء عظمائنا. دعونا من رشا وننسي اسماء لا معنى لها ولا طعم. وبعض المسلمين اذا رزق بانثى يسميها فتنة. هل نحن في مزيد الى الفتن؟ فتنة، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. فتنة.